ازيكم النهارده عاملين ايه؟ اسمعوا القصة بتاعت النهارده وهتعجبكم جدا جدا. الأم دي كانت متضايقة من عيشتها الفقيرة وقررت تسيب البنت لباباها وتهرب مع حبيبها. هي عايزة تعيش عيشة غنية، بس الأب كان عايز يربي بنته، وفعلا قدر يربي البنت تربية حلوة وكبروا بقوا أغنياء. بس الأم ايه ده؟ الأم رجعت تاني وبتقول أنا عايزة أشوف بنتي، وبتقول لها انتي وحشتيني أوي يا بنتي، وانا كده فعلا عايزه اخدك ونخرج في حته. طبعا الاب ما كانش مصدق كلام الام، بس لما قعدت تعيط هو كان قال خلاص انا هسيب الرأي للبنت. الام كانت واثقه ان هي هتعرف تضحك عليهم، والاب قعد يقول لها بصي اللي حصل مع مامتك كان وحش، بس لو انت عايزه تخرجي معاها مره انا هوافق. وفعلا البنت وافقت ان هي تخرج مع الام مره، ولو انها كانت متمسكه بباباها جدا. بس الام كانت عامله خطه شريره جدا. دي واحد صاحبها وبيقولوا احنا هنخطف البنت عشان نطلب فديه من باباها. البنت لما سمعت الكلام ده طلعت تجري طبعا، وهم ما كانوش عارفين يلاقوها وعايزين يرجعوا بسرعه. جريوا بسرعه، خدوا شنطهم وركبوا عربيه وراحوا عاشوا في حته تانية. البنت كلمت باباها وقالت له الحقني يا بابا، هم عايزين يخطفوني، هم مش عايزينك ولا حاجه. الأب راح مكلم على طول الشرطة وقال لهم أنا بنتي مخطوفة في المكان الفلاني، وجري بالعربية عشان يروح المكان اللي بنته مخطوفة فيه. طبعا الشرطة كمان جريت وساعدت الأب إن هو يوصل للمكان. كلم البنت وقال لها أنت فين؟ قالت له أنا الناحية التانية أهو، أنا كنت مستخبية. وفعلا الشرطة ما لقيتش حد في البيت عشان هم خلاص هربوا راحوا مكان تاني. بس الأب ادالهم مواصفات الأم وادالهم مواصفات زوج الأم، وهم قعدوا يعملوا البحث بتاعهم يدوروا عليه. هم قالوا له هم شكلهم مش موجودين، بس لو وصلنا لحاجة هنقولك. زوج الأم قال لها هنعمل ايه دلوقتي؟ قالت له ما تقلقش أنا هعرف أخطف البنت من عند المدرسة. وفعلا تاني يوم لما البنت راحت المدرسة، الأم راحت واخداها ونطة بيها على طول على العربية. كل الناس استغربت طبعا، بس الأم عارفة هي بتعمل ايه. خدوها في المزرعة اللي هم مستخبيين فيها وكتفوها، وقالوا هيكلموا الأب يطلبوا منه فدية كبيرة. هم ما كفاهاش الأم إن هي بس سابتهم، دي كمان عايزة تاخد كل فلوسهم. والأب أول ما راح لهم على العنوان اللي هم قالوا له عليه، كان مبلغ الشرطة إن هو رايح على العنوان ده. راح مديهم شنطة الفلوس وأخد بنته، وهم كانوا هيهربوا بالفلوس. بس لما الشرطة جت الراجل اتضايق جدا وراح ضارب الأب ضربة جامدة جدا وخده ومشي. لكن البوليس عرف يمسكه وكمان عرف يمسك الأم. دي جازتهم إن هم يأذوه عيلة هو كانت كويسة ومسالمة. والأب راح المستشفى وعملوا له عملية جامدة عشان يفوق، وفي الآخر نجحت العملية.